السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة. بهاي الحلقة حبيت نجيب لكم مباراة تطبيق عملي على جنبية الملك اللي شرحناها قبل كم يوم. لو انت ما حضرت هذيك الحلقة روح احضرها بعدين كمل هذا الفيديو، لانه انا اعطيتك كل شيء انت بتحتاج تعرفه عن جنبية الملك. فخلينا نفوت على الجيم الرائع اللي لنا لهي الحلقة. بالاسود لاعب غير معروف، اغلبيته بالجيمات القديمة او بالاوقات القديمة قصدي ما كان معروف اصلا لاعب من فصله. بالابيض لاعب اسمه ايفانوفيتش. ما بتهمنا الاسامي، بيهمنا احنا بس جمال الجيم وشون الابيض عرف يستغل هجوم، او خلينا نحكي يلعب هالجنبيت صح. اصلا خلينا نشوف. بلش الابيض بالاي 4، رد عليه الاسود اي 5، وهون جنبيت الملك بنقلة الاف 4. هلا الناس اللي ما حضرت الفيديو الاول كخلاصة، انا بلعب هون اف 4 على اساس ابلش هجومي، على اساس افتح عمود الاف، وعلى اساس يكون عندي سيطرة على الوسط. يعني هون انا بضرب جندي الاي 5 بعد ما خصم ياكل، انا بحق لي انه العب دي 4 وسيطر على الوسط. اكل الاسود اي تكس على الاف 4، وكمل هون نايت على الاف 3 اللاعب الابيض. الاسود هون لاعب نقله ما اكثر ملعوبه، بس هي بشوف اي 7 وفكرته حلوه، انه انا بدي اكشك من الاتش 4 تشيك واخرب عليك التبيت. هل هون انت مفكر انه لاعب الابيض يعني يهتم لهالموضوع؟ طبعا لا، اجى بشوف على سي 4. بعد ما كشوا بشوف اتش 4 تشيك، هون بتيجي الفكره وهون بتيجي الحلاوه تبعت جنبية الملك، انه هو هون لعب جي 3. اكل اف تكس جي 3، بيت قصيرة على جناح الملك، اكل جي تكس اتش 2 واجا كينج اتش 1. يعني هو ضحى بواحد اثنين ثلاثة، وبالاخر حتى ما استرجع الجندي. بتحكي لي غير ليش كل هالحفلة؟ بحكي لك على اساس يصير عنده ضغط ما طبيعي جندي الاف 7، ويستغل عمود الاف صح، ويكون عنده نشاط بالقطاع. وليش ما اكله هون بالاخير؟ على اساس يخلي هذا الجندي حامي للملك، ما يخليه الملك مفتوح إله ويصير الوزير هو اللي هاجم، او يصير الاسود هو اللي هاجم. لا، وحط الملك على اتش 1 على اساس هالجندي يكون واقي للملك. دي 5 من اللاعب الاسود، وهون اكل اي تكس على دي 5. طبعا لو انت بهالوضع اكلت بالفيل قصدي، فنات اف 6 بكون طالب وطالب وخلص، يعني راح ابيت، وانت بجنبية الملك ما بدك تعطي خصمك الشانس انه يبيت نهائيا. فلعب هو دي 5، اكل اي تكس على الدي 5، نات على قصدي بيشوف على الاف 6. طبعا بهالوضع لو انت ما رجعت، يعني مثلا فرضا انت طلعت نت اف 6 انا باكل، فهو اجباري بده يرجع بيشوف على الاف 6 ويحاول انه يسكر على القلعه. لعب له هون دي 4 على اساس انه يحط الحصان على الاي 5، او يجيب الحصان على الجي 5 حتى بعد هيك، لانه الفيل هذا انفتح له. نايت على الاي 7، فاستغل هالشي الابيض فورا ولعب نايت على الجي 5. ليش نايت على الجي 5؟ بدي اضغط على الاف 7، بدي احط كل ملكة على كل قطاعي على ملك خصمي، وانا بستغل انه بطل في كونكشن او اتصال بين الفيل والوزير، يعني انه خارج التغطية. ها ها ها. بطل في، يعني هول الاثنين ما صاروا ضربين على الحصان، فاجا هو نات على الجي 5. وهون الاسود لاعب اتش 6، وعلى اتش 6 هون بلشت شي بسمه، او بلش شي اسمه ويننج كومبينيشن. شي اسطوري بصراحة، شي رهيب جدا. اول ما تشوفه راح توقف من المكان اللي انت فيه، وحتصفق بكل ما اوتيت من قوة، وترفع له القبعة يعني احتراما وهيك. فالنقلة هون الخالدة اللي لعبت اللي هي نايت تيكس على الاف 7. ما انجاز زلقت هاي النقلة، مهمة التكملة. هلا هذا فورك، اكل هو كينج تيكس على الاف 7، ولعب له هون دي 6 تشيك. اجا بالملك تبعه على الاف 8، والابداع استمر، واجا هو هون كوين على اتش 5. طالب شو؟ طالب كوين على الاف 7 كشمات. شلون بده يحميها؟ الطريقة الوحيدة عشان يحميها انه يلعب كوين على الاي 8. وبهذا الوضع حاول تلاقي الويننج شوت اللي لعبه اللاعب الابيض. روك تيكس على الاف 6 تشيك، جي تكس على الاف 6 تشيك. وهل هون انا باكل بالفيل ولا باكل بالوزير؟ باكل بالوزير، لانه بالوزير احلى. كوين تكس على اتش 6 تشيك، روك تكس اتش 6، وبيشوب تكس اتش 6، والملك هذا مات موتة خبيثة جدا. طبعا انت هون ممكن انه تاكل، انت كنت بالفيل، بس يعني لو كلت بالوزير احلى، يعني انه تضحي وزير وبتحطه بعنوان اليوتيوب بتجيب مشاهدات. كيف بس؟ معلم مخ. لا ما هالشي اللي انا فعلا صار، بس هو انه هالشي اللي صار بالجيم. فكان جيم كتير رهيب. انا بعرف انه الاسود ما لعب احسن شي بالعالم، بس يعني الفكرة انه الابيض عمل شغلة، هجم وطحن. فهي كانت شغلة حلوة وجيم حلوة، انا حبيت نشارككم معكم. كل الكريدت بيروح، او يعني الشكر بيروح لها العربية للشطرنج. انا اخذت هذه الجيم من قناتهم، فهن يعني ما شاء الله فراميسوف يعني عنده معرفة بجيمات رهيبة جدا، فكل الشكر له من قلب هاي القناة. روحوا اشتركوا عنده، قناته مميز جدا. شكرا لكم على المشاهدة، نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر. الى اللقاء، مع السلامة.